5 أسرار للثقة بالنفس، متأكدة إن هم هيفرقوا معاك، ومتأكدة إنك هتطلع من الحلقة دي مغير أفكارك عن حاجات كتيرة قوي. انت اخطائك مش اكبر بكتير من اخطاء الناس اللي حواليك. كلنا عندنا اخطاء وتصرفات ساذجة، لكن ايه اللي بيخلي فيه ناس بتستوعب انها مش مثالية وطبيعي انها تكون بتغلط وبتعدي لنفسها بسهولة، وناس تاني اول ما بتغلط بتقف لنفسها على الواحدة وبتفقد ثقتها بنفسها؟ لو دورنا ورا النوع التاني ده اللي هو بيفقد ثقته بنفسه بسهولة جدا، هنلاقي ان هو في الغالب عاش طفولة كان فيها انتقاد كتير قوي، تركيز على اخطائه ومقارنته دايما باشخاص تانيين. بص ابن خالتك جاب درجات اعلى منك، بص فلان ازاي سريع وانت بطيء، اخوك حرك وانت كسول. فطبعا ده بيخليه دايما حاسس ان كل الناس بتتصرف بطريقة كويسة وهو الوحيد اللي بيتصرف بطريقة بشعة، مع ان دي بجد مش حقيقة خالص. احساسه ان في حد مركز قوي مع اخطائه بيخليه يتوتر، وطبيعي اول ما الشخص بيتوتر بيغلط، فمرة في مرة غلطة في غلطة يبدأ ان هو يبقى انسحابي ومش عايز اصلا يتصرف قدام اي حد لحسن يغلط والناس تتريق عليه. فيا ريت لو في اب او ام بيشوفوا الحلقة دي دلوقتي يبقوا عارفين خطورة ان هم يركزوا زيادة عن اللزوم على اخطاء اولادهم او انهم يقارنوهم بناس تانيين. ولكن بالنسبة لنا احنا بقى بعد ما خلاص كبرنا وبقينا مسؤولين ان احنا نعالج اللي حصل ده، فانا بجد عايزة اقولك انه جه الوقت بقى انك تستوعب انه كل الناس اللي حواليك بتغلط، حتى الناس اللي واثقين جدا من نفسهم برضو بيغلطوا، بيعملوا تصرفات ساذجة اوقات، وان الناس اللي بينتقدونا وبيركزوا على اخطائنا زيادة عن اللزوم دول هم فعلا اللي عندهم المشكلة مش احنا. فالحل مش اننا هنغلط اقل، ولكن نبقى عندنا البساطة اللي تخلينا نعرف انه الطبيعي ان احنا بنغلط. تاني حاجة عايزة أقولك عليها، لو عايز بجد ثقتك بنفسك تكون كبيرة، خليك الشخص اللي تقدر تثق فيه. هو يعني ايه اصلا ثقة بالنفس؟ يعني نفسك اللي جواك دي انت قادر تثق فيها، موجود فيها مواصفات الشخص اللي انت تعرف تثق فيه. يعني لو انت بالنسبة لك الشخص اللي يقدر يكون مصدر ثقة هو الشخص اللي بيحب كل الناس وامين على اسرارهم، انت لازم تكون الشخص ده. ولكن لو انت كنت عكس كده، من جواك مش قادر تحب الناس، بتحقد عليهم، بتتكلم عليهم في غيابهم، مستحيل تقدر تثق في نفسك. مهما نجحت في انك تبين ده، ثقتك بنفسك هتكون ضعيفة جدا ومهزوزة. مع اول موقف او شخص ينتقدك هتتهز جدا من جواك. علشان كده لو عايز تثق بنفسك ثقة حقيقية جدا، اشتغل على نفسك من جوه، على قلبك، ان يكون ده القلب اللي انت فعلا بتفتخر بيه. ثالث حاجة هي ان انت مش محور الكون. والأول مرة هيكون حد بيقولك الجملة دي مش عشان يقلل منك، بالعكس عشان يساعدك انك تثق في نفسك اكتر. محدش مركز معاك للدرجة دي، كل واحد مشغول بحياته. احساسك انت ان كل الناس مركزة معاك وانك اول ما هتحاول تاخد خطوة لقدام كل الناس هتحكم عليك، ده بجد بيعطلك. ولكن لو انت ادركت ان فعلا محدش مركز معاك للدرجة دي، هتتصرف بحرية اكتر، هتتصرف ببساطة اكتر، مش هتكون متوتر وانت بتتصرف، فطبعا ثقتك بنفسك هتكون اكبر. رابع حاجة هي ان انت تعرف رسالتك في الحياة. كل ما عرفت رسالتك في الحياة وركزت عليها، كل ما ثقتك بنفسك زادت جدا لوحدها، لسببين. اولا لان انت لما بتعرف رسالتك بتحس باهميتك وتأثيرك في اللي حواليك، فثقتك بنفسك بتكبر. والسبب التاني هو ان انت كل ما ركزت على اهدافك ورسالتك، مبقتش مركز قوي مع انتقاد الناس اللي حواليك او ان هم هيشوفوك ازاي، ما بقتش مستني ابروفل من حد ان هو يقولك انت كده حلو، انت كده بتتصرف كويس، انت مركز اكتر ان انت تحقق رسالتك. اخر حاجة وانا بشوفها من اهم الحاجات، شوف نفسك بعين حد بيحبك. كلنا عندنا في حياتنا شخص بيحبنا، بيستلطفنا، بيضحك على افهاتنا حتى لو هي مش بتضحك قوي. فاول ما تلاقي نفسك في موقف حاسس ان انت متوتر او مش واثق من نفسك قوي، تخيل ان الشخص ده موجود قدامك وبيبص لك. على طول هيجيلك المشاعر اللي بتحسها لما بيكون الشخص ده موجود فعلا. ويا سلام بقى لو انت نفسك قدرت تبقى الشخص ده اللي شايفك بشكل حلو، لو انت نفسك شفت نفسك بشكل حلو وتقبلت نفسك بكل عيوبك ومميزاتك. والاكتر منهم هما الاتنين ان انت تستوعب ربنا نفسه بيبصلنا ازاي. هو خلقنا وبيحبنا وبيكون مفتخر بينا، فلو احنا قدرنا نشوف نفسنا بالشكل اللي ربنا بيشوفنا بيه، بجد هنشوف نفسنا بصورة حلوة قوي، هتساعدنا ان ثقتنا بنفسنا تكون اكبر. لو حسيتوا ان الحلقة دي كانت مفيدة ليكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تشجعوني ان انا اعمل لكم حلقات اكتر. باي باي.